لو انت عندك 14 ل 18 سنة، اعقل، بجد اعقل. يعني انت دلوقتي في مكان، في وقت بريبريشن لحياتك كلها. حياتك لسه تعتبر ما بدأتش، انت لسه في الستيج الاول، انت كأنك لسه ليفل 1 وفي بتاع 100 ليفل. فاهم؟ انت لسه ولا حاجة. فاعقل، اعقل من بدري. وقصدي ايه باعقل؟ الشخص العاقل بيعرف يعمل اختيارات صح. طبيعي صح؟ طب ماشي. هتعرف تعمل اختيارات صح لو انت دماغك كله متشتتة بمشاعر انت مش عارف تعمل لها كنترول؟ لا، مش هتعرف. فتاني انا بقول لك اعقل، اعقل يعني ايه؟ اعمل كنترول لمشاعرك عشان لما تيجي تعمل اي اختيار في حياتك يكون الاختيار ده صح، يكون الاختيار ده وانت بتفكر ودماغك كلها فاضية وبتفكر بهدوء، بتفكر بطريقة صح. مش بتفكر ودماغك كلها محطوطة في ستيت نرفزة، محطوطة في ستيت غضب. ازاي تعمل كده؟ كل ده هقوله لك في الفيديو ده. قبل ما ابدا بس، لو انت شايف ان الكونتنت بتاعي بيفيدك وفيديوهاتي عامه بتساعدك في حاجات كتير، اعمل لايك وسبسكرايب، انشر الفيديو لناس تانية، خلي ناس تانية تعرف تستفاد زي ما انت بتستفاد بالظبط. ارجع بقى للفيديو. كنت بقرا كتاب اسمه سايكو سايبرنetics. الكتاب ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان لما انت جسمك كله ما يكونش فيه اي تنشن، جسمك كله يبقى فاكك، يبقى عضلاتك كلها فكه خالص وانت هادي ورايق كده وفي الطراوه، هتحس ان انت ما ينفعش تحس بغضب، نرفزه، خوف او زعل. ما ينفعش تحس بالاحاسيس دي اصلا. ما تقدرش. ما تقدرش ليه؟ عشان هو حرفيا، ما هي هو ده الشرح بتاعها. يعني انت لو انت سايب جسمك خالص، مثلا قاعد على كرسي ولا نايم على السرير، وبتاخد نفس وبتطلعه وعمال سايب جسمك يفك خالص والتنشن كله يروح، ما ينفعش تحس بغضب وما ينفعش تحس بالنرفزه وما ينفعش تحس اي حاجه من الحاجات دي. فاهم قصدي؟ فتخيل لو انت ما بين كل وقت في يومك، كل شويه كده، مثلا كل 3 ساعات قعدت لك 3 دقايق بتعمل مديتيت. او قبل ما تغير حاجه اللي انت بتعملها، يعني مثلا انت قاعد في المدرسه ورايح، قاعد في البيت ورايح المدرسه، قبل ما تروح المدرسه، قبل ما تغير حاجه اللي انت بتعملها، اعمل مديتيت 3 دقايق. هدي جسمك خالص. خلي ان انت داخل المود الجديد وانت فاضي، مش داخل باي نرفزه من المود اللي فات. ممكن تكون انت صحيت واتنرفزت، ما تخليش النرفزه دي تكمل معاك لغايه المدرسه، عشان هتاثر عليك هناك برضه، هتتنرفز وانت في المدرسه برضه. فاعمل ريست، ارجع للبيس. ترجع للبيس ازاي بقى؟ ازاي تهدي كل عضلاتك كده، تهدي كل جسمك، تشيل التنشن وتعرف ترجع للبيس. وهي دي الحته اللي مديتيشن بتبقى مفيده قوي فيها. مش بس مديتيشن اللي اسمها مايندفulness مديتيشن. بتفيدك ازاي؟ بتفيدك، بتخليك تعمل ايه؟ مديتيشن عباره عن ايه؟ ان انت بتقعد على كرسي وانت فارد ظهرك، او بتنام على سرير كده وانت فارد ظهرك، و... وبتنام على ظهرك يعني، وبتفضل تاخد نفس كبير تمسكه ثانية وتطلعه، نفس كبير تمسكه ثانية وتطلعه لتقريبا دقيقة. بعد ما تقعد الدقيقة بتاخد نفس كبير تمسكه وتطلعه لمدار الدقيقتين اللي بعديهم. لو انت تعمل بداية 3 دقايق، يعني لمدار الدقيقتين اللي بعديهم بتخلي نفسك يمشي زي ما هو عايز، كأنك بتتنفس. يعني انت دلوقتي لو انا قلت لك انت بتتنفس ولا لا، هتقول لي اه. هل انت يعني قصدك تتنفس ولا جسمك بيتنفس لوحده؟ جسمك بيتنفس لوحده. ليه؟ عشان العضلة بتاعت التنفس انفولنتري معناها ان انت مش لازم تحركها، هي بتتحرك لوحدها وبتشتغل لوحدها. فخلي جسمك يتنفس لوحده، وخلي العضله تمشي لوحدها. ما تحاولش انت تجبرها ان هي تتنفس وتظبط انت الوقت. خليها تتنفس وخليها تشتغل لوحدها. وانت افضل مركز مع النفس. خلي تركيزك على حاجه واحده بس. خلي تركيزك مثلا على النفس عمال يطلع من مناخيرك ويخش تاني، لا الهواء عمال يطلع من مناخيرك ويخش تاني. خلي تركيزك على ان بطنك عماله تطلع وترجع تاني وانت بتتنفس. خلي تركيزك على حاجه واحده، وحاول تحس بالحاجه اللي تحتيك وانت نايم عليها او وانت قاعد عليها. يعني مثلا لو انت قعدت على كرسي دلوقتي، جربها دلوقتي. لو انت قاعد على كرسي، انت اكيد مش بتتفرج على فيديو وانت واقف، فجرب وانت قاعد على كرسي. اقفل عينك، خد نفس، نفس كبير وامسكه وطلعه. هتبدا تحس ان جسمك كله بيقعد على الكرسي بجد. هتبدا تحس بالكرسي تحتيك كده، انت بدات تريلاكس كل عضله في جسمك. بعدين هتبدا تسيب النفس يمشي لوحده وانت تفضل باصص عليه. تركز على حاجة معينة، يا إما بطنك بتنزل بتطلع وتنزل، يا إما صدرك بيطلع وينزل بيكبر ويصغر، يا إما نفسك عمال الهواء عمال يطلع ويخش. ده هيخلي عضلك كله يفك وجسمك التنشن اللي جسمك كله يروح. ماشي. فده هيخليك تعرف تفكر بطريقة صح. ده هيخلي كل المشاعر، النرفزة والخوف والزعل والغضب، كل ده يروح. طب ماشي يا عم، هقول لك حاجة كمان. انت عارف ان انت لو كتمت اي احساس جواك مش هتعرف تحس بالاحساس التاني؟
الاحساس اللي عكسه. ايه اللي انت بتقوله ده مثلا؟ بص، في ناس كتيره جدا بتكتم الاحساس جواها، وبالذات الرجاله. بيقول لك انا راجل ما ينفعش اطلع المشاعر دي وافضل اكتمها جوايا. انت عارف لما تكتم المشاعر دي جواك انت بتعمل ايه؟ يعني انت عشان تعرف تحس بالفرحه بالانبساط وبالهدوء وكل الحاجات دي، لازم تحس بالمشاعر العكس. يعني لازم تحس بالغضب والنرفزه والزعل والخوف، لازم تحس بالحاجات دي عشان تعرف تحس بالعكس. المشكله ان الرجاله دايما لما يخافوا من حاجه بيقول لك لا انا راجل انا مش هخاف. بيكتم الاحساس جواه، هو خايف بس عايز يكتمه، بيوري الناس كلها ان هو مش خايف، فبيكتم الاحساس جواه. ماشي. وانت لما معلش انت لما تكتم الاحساس ده جواك، الاحساس بيفضل يأثر عليك لغايه اما انت تطلعه. فانت لازم تطلع الاحساس ده من جواك عشان تعرف تحس بالمشاعر التانية. دي مش حاجة بتخليك راجل شاذ، دي مش حاجة بتخليك راجل مش تمام، دي حاجة بتخليك تعرف تنبسط بحياتك بجد. كفاية من الغباء بأمانة، يعني كفاية من الغباء اللي بيطلع في كل الأجيال دي، اللي بيفضل يقول لك إن الراجل ما ينفعش يحس بحاجة. لا، الراجل بيحس زي إنسان تاني، زي أي إنسان تاني. فأنت لازم تطلع المشاعر دي عشان تعرف تنبسط بحياتك. انت ايه اللي بالنسبه لك اهم، تعرف الناس اللي انت ما بتخافش، ولا بجد تعرف تنبسط بحياتك؟ انا بالنسبه لي طز في كل الناس، انا عايز انبسط بحياتي، عايز اعرف اضحك مع اصحابي وانا اكون بضحك بجد، عايز اعرف امشي مع عيلتي وما اكونش، واكون عارف ان انا بعمل حاجه صح، اكون دايما حاسس من جوايا ان انا مبسوط. ما تقدرش تحس بالانبساط ده لو انت كاتم كل المشاعر التانية جواك. لازم تطلعهم، لازم تعبر عنهم باي طريقه. ولما تعرف تعبر عن المشاعر دي وتحط نفسك في طريقه صح، انت هتعقل. هتعقل ازاي؟ هتعرف تعمل الديسيجنز الصح. لو انت واحد بتنرفز، هديك مثال. لو انت واحد دلوقتي بتفتح بيزنس، والبيزنس بتاعك دلوقتي في حتة حلوة قوي، هتروح تقابل راجل عشان تعرف تعمل كولاب معاه في حاجة معينة هنا عشان تعرف تنشر البيزنس اكتر. وده هيبقى كولاب رهيب، هينشر لك البيزنس واخيرا هيعمل لك انت بقالك نفسك تعمله. تخيل بقى ان في اتنين، في انت رايح تعمل البيزنس اوفر ده وانت عادي خالص، وفي واحد تاني رايح وابوه وامه لسه متوفيين، او مامته مثلا امه لسه متوفيه. هيكون رايح وهو متنرفز وهو زعلان وهو حاسس ان هو عايز يعيط. هل تفتكر ان هو يعرف يعمل الاختيار الصح؟ لا. ليه؟ عشان الشخص اللي بيكون محطوط في ايموشن مش البيس بتاعه، مش في ايموشن هدوء، محطوط في ايموشن زي الزعل او الخوف او النرفزه او الغضب، محطوط في حاجه زي دول، ما بيعرفش يفكر صح، ما بيعرفش يعمل الديسيجن الصح. فانت لازم دايما تعمل جراوند لنفسك، تعرف تحط نفسك بطريقه اللي انا دايما مش هعمل اي اختيار في حياتي غير لو انا عارف ان انا هادي وبعمل الاختيار الصح دلوقتي. لو انت حطيت نفسك في مكان انت ما بتعملش الاختيار الصح، هتلاحظ ان انت الاختيار تلات ارباع الوقت بيطلع غلط. عشان انت بتعمل الاختيار على اساس ايموشن، مش على اساس تفكير، مش على اساس ذكاء، بتعمله على اساس ايموشن. لو الفيديو ده فادك وعايز تشوف فيديوهات اكتر من كده، عايز تبقى ادفانسد بجد في الحاجه اللي انا بقول لك عليها دي، عايز تخلي سيلف امبروفمنت حاجه اهم شويه في حياتك عشان تعرف تهتم بكل حاجه في حياتك، انا عامل كوميونتي اسمها سوشيال ميديا اوف بوزيتيفيتي. عايز املك كوميونتي دي من زيك انت بالظبط، عشان لما حد يقول لي مازن انا عايز اتحسن، ازاي الاقي مكان ادفانسد، اعرف اقول له الكوميونتي دي ليك انت. سوشيال ميديا اوف بوزيتيفيتي مليانه ناس زيك بالظبط عشان هم يعرفوا يستفادوا هم كمان. والكوميونتي دي مش هتفيدك انت بس، وهتفيدني انا كمان، هتفيد حرفيا اي حد هيخش. عشان انت لما تقول لي مثلا انا محتاج فيديو مثلا على طريقه ازاي اعرف انزل الجيم، ولا انزل الجيم في انهي حته، في انهي طريقه، اعمل ايه، طيب انا هعرف اساعدك. ومش انت بس اللي هتستفاد، يعني انت تفتكر ان انت الوحيد في حياتك كلها او في الكوميونتي كلها قصدي اللي هيستفاد بفيديو على الجيم؟ لا طبعا، في ناس تانية تستفاد. انت اللي سألت بس ناس كتير استفادت. ف انت تدخل الكوميونتي ده هيفيدك انت، هيفيدنا انا، وهيحطك في مكان تاني خالص، هيخليك تتعرف على جروب ناس جديدة انت ما كنتش تعرفهم. جروب ناس جديدة هيغيروا لك طريقة تفكيرك خالص. يا ريت يكون عجبك الفيديو. دايما حط نفسك في مكان ناس كتيرة ما بتروحوش عشان تعرف تكسب حاجات ناس كتيرة ما بتكسبهاش. اشوفك الفيديو الجاي.